قيمة المكافأة المالية التي سيحصل عليها موسيماني بعد صعود أهلي جدة لدوري روشن. وفقا لمصادر صحفية سعودية موثوقة، فإن موسيماني سيحصل على مكافأة مالية لن تتخطى $5 مليون. وكانت التقارير السعودية أكدت أن تلك المكافأة التي سيحصل عليها موسيماني ستكون بدعم ثنائي من جانب إدارة النادي وكذلك الأعضاء الذهبيين. ما هي مدة عقد بيتسو موسيماني مع الأهلي السعودي؟ ذكرت تقارير صحفية سعودية في وقت سابق في بداية الموسم الحالي أن موسيماني وقع على عقد مدته موسم واحد فقط مع أهلي جدة، مع إمكانية التجديد لموسم آخر حال الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين.